طب يا اللي عايز تلغي القانون دوت، اللي قاعد ده هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ ما هو لازم برضه حته يعيش فيها، شقه يسكن فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم خالد عبوده في فيديو جديد من سلسله اسال استشير. آه، طبعا نظرا للفيديو اللي احنا نزلناه اللي كان بخصوص الايجار القديم وقانون الايجار القديم، وهل تم الغاء القانون ولا لا، وحاولنا نوضح بس من بره الموضوع ايه هو التعديلات اللي حصلت. آه، للاسف لقينا هجوم شديد جدا من الطرفين، سواء الطرف المالك او المستاجر، واحنا نبهنا كذا مره ان احنا مجرد بس بنوضح ايه اللي حصل. ولكن من التعليقات بتاعتكم ومن الكلام بتاعنا اللي احنا كتبناه واللي علقنا عليه وردينا على الناس، آه، اقترحنا ان احنا نعمل فيديو بخصوص الايجار القديم يكون مفصل شوية، وهنتكلم فيه عن نقط محددة. وهي ان احنا كل رد كنا بنرده على حد، كان في ناس قالت احنا مشطبين الشقق، احنا عاملين، احنا مسويين، ده المستاجر. المالك احنا قاعدين في الشارع، احنا حاجتنا ما حدش بيصينها، ده المالك. فكنا بنقول لكل واحد فيهم للي عنده حق كنا بنقول له معاك حق. طيب الفيديو ده احنا هنتكلم في مين مش معاه الحق. مين بقى ما دام الناس دي كلها معاها حقوق، امال مين اللي مش معاه الحق؟ تعالى بقى انا اقول لك مين اللي مش معاه الحق. لو هنبتدي بالمستأجر، مين مش معاه الحق من المستأجر؟ المستأجر رقم واحد اللي هو قافل شقته ومش قاعد فيها أصلا ومش بيستفيد بيها ولا عايز يسيبها عشان خاطر الملك يستفيد بيها، وتلاقيه قاعد في فيلا ولا هنا ولا هنا وسايب الشقة وقافلها. ويا دوبك، وأنا بشوف حالات زي كده، بيجي مرة في الشهر يفتح الشقة ويشغل النور عشان بس يثبت إن إيه، في استهلاك. ده نوع، ده مش معاه الحق، ويفضل إن الشقة تتسحب منه. النوع التاني اللي مأجر من الباطن، اللي واخد شقة أو محل أو إلخ ومأجرها من الباطن، ده برضه معهوش حق، وإن شاء الله تتسحب منه برضه. مين تاني معهوش الحق؟ اللي ما بيدفعش ولا بيساعد في ترميم المبنى وسايبه كهنة لغاية ما، يعني اعتبرها حاجتك، وإلا فعلا يبقى أنت ما عندكش حق. مين تاني معهوش الحق؟ اللي معهوش الحق اللي ما بيساهمش بالصيانة في المبنى ولا في الشقة ولا في المحل، وسايبها برضو تضرب تقلب كده، وانا كده كده ما بدفعش غير الايجار بتاعي. مين مش معاه الحق؟ اللي واخد مكتب ومأجره او محل ومأجره وبقى محل كبير، او مكتب كبير جدا، وبنشوف الحاجات دي دايما في وسط البلد وفي الاماكن اللي زي كده. ومكتب كبير جدا وما شاء الله ربنا فاتحها عليه، وتلاقي المكتب ده بيدفع له 2 جنيه في الشهر. او محل كبير جدا وهايبر ماركت وعامل بروباجندا جامده جدا وبيدفع 6 جنيه في الشهر. ده برضو احنا شايفينه مش معاه الحق. ليه احنا قررنا ان الناس دي كلها مش معاها الحق؟ لان القانون لما اتعمل، قانون الايجار القديم، كان عشان يوازن العلاقه ما بين المالك والمستاجر. فكان مش عايز يغلي الحاجة على الناس اللي بتأجر، والمالك ما يستغلش الظروف اللي فيها البلد ويأجر بالغالي. فالقانون طلع عشان يوازن العلاقة. عشان انا اوازن العلاقة، اجي بعد 40 50 سنة النهاردة الاقي واحد واخد مكتب من اكبر مكاتب البلد، سواء بقى محاسب او محامي او دكتور او الخ وبيدفع 2 جنيه، واقول اصل العلاقة كده متزنة؟ لا طبعا مش متزنة. والقانون في هذه الحالة بيقع ظلم على المالك. طيب هنروح الناحية التانية للمالك. مين من الملاك اللي معهوش الحق؟ من الملاك اللي معهمش الحق اللي بيقول لك اصل القانون ده يتلغي وخلاص، اللي ساكن في ايجار قديم يترمي في الشارع ولا يشوف له مكان بدل ما يقعد في الشارع، وخلاص كده فضيناها سير. لا، مفيش حاجة اسمها كده. ليه انا بقول كده؟ لان تعالوا نرجع بآلة الزمن لورا شوية من اول ما القانون ده اتعمل. تعال نشوف بقى حضرتك يا مالك، لو كنت انت اللي اجرت ساعتها ولا والدك ولا حتى جدك. اولا، كان الشخص ده المالك يقدر عنده 3 خيارات. الخيار الاول ان هو يبيع وياخد مبلغ كويس جدا، او ان هو يحتفظ بيها لاولاده اللي النهارده بيدعوا عليه ويقولوا ده رمى الشقق ببلاش. لا، ما كانتش ببلاش.
والأرقام اللي إحنا بنسمع عنها النهارده أرقام صغيرة و10 جنيه، 10 جنيه دي يعني أنا أعرف حد مأجر من زمن ب 10 جنيه بس ساعتها الجنيه الذهب كان يعني ب 16 جنيه، يعني أصلا يعني كان يعتبر مأجر برقم كبير جدا ساعتها. غير الناس اللي ما عندهمش حق، الناس اللي خدت خلو ده اللي هو زي مقدم كده اللي كانوا بيقولوا عليه خلو رجل يعني، ده كان رقم برضه كبير ساعتها كأنه مقدم شقة تمليك. الناس اللي كانت واخدة الشقق طوب أحمر أو مش متشطبة خالص وشطبتها على حسابها، برضه المالك ملوش حق إن هو يطعن في وجودهم وإن هم ما بيدفعوش حاجة. فإحنا لما بنيجي نقول معهوش حق، هو ده اللي معهوش حق. جالنا تعليقات كبيرة جدا جدا جدا، يفوقوا العدد كبير إن الناس فعلا عندها حق. الناس اللي مأجرة والناس طبعا أنا بتكلم على الملاك والمستأجرين، مش ده بس أو ده بس، يعني في ملاك مأجرة من زمن والناس قافلة الشقق والمحلات ومش موجودة، طب ما تسيبها له يستفيد بيها. وفي نفس الوقت المستأجرين اللي فعلا يقول لك أنا حالتي على قدي وأنا كنت ساعتها أنا اللي مشطب وأنا اللي عامل وده كان قانون، برضه معاه حق. فاحنا لما بنيجي مش بنيجي في صف حد، احنا بس بنحدد لان كل واحد ليه حالة فردية خاصة عايز يعممها على القانون. لا، هو القانون بيتعمل لشريحة كبيرة والحالة الخاصة هي دي اللي بتتناقش في مجلس النواب، وده احنا ذكرناه في اكتر من فيديو. فالحل النهاردة معانا ان احنا هنستنى القانون اللي نازل. وبرضو انا لما بقول لو في حد عنده مستأجر عنده شقة ايجار قديم او محل ايجار قديم، يبقى عامل حسابه برضه ان ممكن يحصل في الامور امور، فمن دلوقتي يبدأ يظبط حساباته تاني. وبالنسبة للملاك انا بقول لكم برضه العكس تماما، ما تعملش حسابك وكل حياتك على الشقة دي ان هي تفضى ولا المحل ده ان هو يفضى. شوف حياتك، قدموا على شقق نازلة من الاسكان، قدموا على، في حلول كتير جدا 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 موجودة. ما تبقاش عامل تقول انا مش قادر. الناس اللي هي مش محدودة الدخل، معدوم الدخل، دول ناس قصتهم تانية خالص، انا ما بتكلمش عليهم دلوقتي. وحتى لو بتكلم في شقق بتنزل من المحافظة زي الاسمرات وغيره وغيره، الشقق دي معمولة لمعدوم الدخل. وفي شقق نازلة لمحدود الدخل، وفي ناس شقق نازلة لمتوسط الدخل. فيا جماعة الحلول كتير، مش عايزين نيجي في حتة واحدة وكلنا نزنق فيها ونقول هو الحل في ان الغاء القانون. طب يا اللي عايز تلغي القانون دوت، اللي قاعد ده هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ ما هو لازم برضه حتة يعيش فيها، شقة يسكن فيها. اللي عنده مكان هو مأجره من سنين وقاعد فيه، هو ووالده ووالدته كبار في السن، هيروحوا فين؟ احنا بنحاول نقدم حلول على قد ما نقدر، ومش هقدر ان انا افصل لك حل لوحدك واعمل لك بيه قانون كدولة. فان شاء الله الفيديو ده يكون مفيد ليكم، اعمل له شير عشان غيرك يستفيد. وان شاء الله خير وربنا ييسر الامور للجميع وبالتوفيق ان شاء الله. كان معكم خالد عبودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.